معي صاحب سمو الملك الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب. مساء الخير سمو الأمير. اهلا وسهلا، مرحبا. سعداء بتواجدك معنا سمو الأمير. الله يبارك فيك. الحقيقة أنا أسمع الحوار الداري الآن، وأنا أعتقد أنه السيد خالد الدراج أعتقد أنه ربما فهم خطأ أو لم يريد أن يفهم الموضوع. محمد نور إن كان غال عليها وإن كان من مقربين يديه هذا ليس له قيمة لدي إطلاقا. الأندية عندنا سواسية. نعم. ما فعله محمد نور في حق بلده هذا يستاهل الإيقاف أكثر، ولكن احنا قلنا أول مرة يوقف بهالشكل. الشيء الآخر إنه قال مساءلة اللاعبين. أنا لا أعلم إن كان صحفي وهو لا يقرأ ولا يفهم. هي ليست مساءلة اللاعبين، إنما الاستفسار من اللاعبين عن أسباب إخفاقهم في كأس الخليج. فلذلك يجب على الصحفي الأمانة، ويجب عليه أن ينقل المعلومة. كانك تدافع عنه فندافع عن باطل وتترك الحق. عليك بالاتزان يا سيد دراج مرة أخرى، وعليك عدم فهم الحقيقة خطأ ولا تقلبها على هواك. فأرجو من السيد دراج أنه وأنا معك في الخط يتكلم ويبرر خطية الكبرى. لا نعم سمو الأمير، نتفهم ذلك. الزميل خالد دراج يعني تحدث في البداية عن أمر، ولكن بعد ما اتضحت الصورة أيضا من مداخلة الزميل خلف ملفي، كان رأي الزميل خالد دراج هو ما سيذكره لك مرة أخرى الآن، بأنه إذا كان حدث ذلك من محمد نور أو غيره فلا أحد أغلى من البلد. يعني بعدين أنا أحب أفهمكم، ليس كل شيء يعلم يقال. نعم نعم نعم، هناك قرارات نتخذها حفاظا على سمعة الآخرين. نقدر ذلك سمو الأمير. نعم. فلذلك يجب أن يبعد عن هذا الموضوع ويبعد عن كتاباته له هو أو غيره من الصحفيين. أحب أقول لكم أنه الأندية عندنا سواسية. نعم. من أخطأ من لاعب سوف ينال عقابه، من أخطأ من صعد سوف ينال عقابه. فعليكم بالاتزان وعليكم بعدم دخول العاطفة. هذا الوطن أهم من خالد دراج وأهم من الجميع. فعليكم فهم ذلك تماما، وعليكم عدم التعود مرة أخرى لمثل هذه الأمور التي تضر بالوطن والتي تضر بالمنتخب. وانتم تتحدثون الآن ما تعرفون وش اللي الإنسان يشتغل المنتخب عليه، ما تعرفون وش الحديثيات لها. فلذلك يجب عليك انت كمقدم برنامج، ويجب على الآخرين أن يفهموا، سواء محمد نور ولا فلاتة ولا أي لاعب آخر سوف يعاقب وفق القانون ورغم أنف الجميع، رضي أم لم يرضى. فعليكم بالاتزان وعليكم بالحوار الجاد، وتركوا ميولكم التافهة لنواحي أخرى. فأرجو من الجميع وانت على رأسهم أن يكون الحوار لمصلحة البلد وليس لمصلحة لاعب ولا نادي. أعتقد أن هذا كلام واضح الآن. جميل سمو الأمير، جميل. نعم. هذا الإيضاح، ونعرف نعم. سمو الأمير أن ما يصف في الأخير هو في صالح